ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم، وان شاء الله تكون معلومه سهله وبسيطه وتوصلكم في اسرع وقت، وتكون استفدتوا حتى لو بمعلومه بسيطه خالص. طيب، النهارده الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ الدرس بتاعنا بيتكلم النهارده عن فعلين بنفس المعنى، بس هاخد مين مع مين واسيب مين مع التاني. طيب، الفعل بتاعي عندي فعل مين؟ have وهاز. الاتنين عندي هنا بمعنى يملك او انا عندي، زي مثلا انا بقول I have a pencil، انا عندي قلم او انا املك قلم. I have a book، انا عندي كتاب. يبقى انا عندي هنا have وهاز بمعنى. طب هنجيب مثال هنا على كلمة has. طيب، فعل has هنا عايزة اقول ان هو الولد ده عنده beautiful bag، شنطة جميلة. He has a beautiful bag، هو عنده او بيملك شنطة جميلة. طب انا دلوقتي اخدت انا هنا I مع have، واخدت he مع has. عندي هنا have وhas بنفس المعنى، بمعنى يملك او عندي. تمام، بس انا عندي هنا have باخدها مع مين؟ باخد have مع I we ويو وزي مع ضمائر الجمع. طب انا عندي he وشي وات بستخدمهم مع هاز. يبقى انا دلوقتي بستخدم have باخدها مع الضمائر I we ويو وزي مع ضمائر الجمع. I have a book، we have a pencil، احنا عندنا قلم رصاص. you have an umbrella، انت عندك شمسية. they have beautiful bags، عندهم شنط جميلة. طيب، يبقى انا دلوقتي اخدت فعل have بمعنى يملك او عنده مع الضمائر I we ويو وزي. مع المفرد باخد has. طيب، مع الضمائر بتاع المفرد انا باخد he وشي وات، بستخدم معهم الفعل has. عندي هنا جاب لي هنا السطور دي عشان انا اكتب I have، بمرن الطفل على كتابة الكلمة يكتبها جنبها هنا you have انت تملك، we have نحن نملك، they have هم يملكوا. طب دول خلاص اتفقنا ان دول فعل have بيجي مع I ويو وي وزي، او الاسم الجمع، اسم جمع زي علي and سارة. تمام. طيب، عندي هنا has، فعل has بيجي مع مين؟ بيجي مع ضمائر المفرد اللي هي he وشي وات. تمام. طب انا عندي he وشي مع مين؟ مفرد. هي بتيجي مع المفرد العاقل المذكر، شي مع المفرد المؤنث العاقل، وات المفرد غير العاقل. تمام. انا دلوقتي استخدمت he وشي وات مع has. he has، she has، it has. يبقى انا عندي فعلين دلوقتي، فعل has وفعل have باخده مع ضمائر الجمع زي I we ويو وزي. تمام. طب has باخدها مع مين يا مس؟ باخدها مع he وشي وات. طب انا عندي هنا examples هنا هنحلها مع بعض. تمام. انا عندي هنا look and match، عندي هنا have وhas. هنوصل دلوقتي الضمائر. انا عندي قلنا have باخد معاها he او she، او باخد معاها at. لا يا مس، انت قلت لنا دلوقتي ان انا have باخد معاها I ووي ويو وزي. طب انا موجودة عندي مين من ضمائر الجمع يا مس؟ عندي هنا وي، يبقى انا هوصلها مع have. طب انا عندي مين تاني من ضمائر الجمع؟ يو من ضمائر الجمع. طب it من ضمائر الجمع؟ لا يا مس. طب مين عندنا هنا؟ ما انا بعمل معاملة الجمع. تمام. يبقى انا عندي I ويو وي اخدوا مين؟ have. يبقى اتبقى عندي هنا 3 ضمائر اللي هي he وشي وات. يبقوا بيستخدموا مين يا ماس؟ بيستخدموا has، عشان انا قلت ان has بتيجي مع الضمائر المفرد. يبقى انا حليت الاكزامبل ده كده. تمام. طب انا عندي هنا اكزامبل بعده، عندي اكسرسايز بعده بيقول choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. طب انا عندي هنا I a cat، اخد معاها have ولا has؟ ما انا قلت يا مس ان عندي I بعملها معاملة الجمع، ما ينفعش اقول I has a cat. يبقى انا الكلمة الصحيحة اللي انا هختارها I have a cat. طيب، عندي نمبر 2 بيقول لي I a pen. انا دلوقتي لما قلت لكم مثال انا عندي قلم، قلت I has a pen ولا I have a pen؟
قلت I have a pen. ما ينفعش اخد has عشان احنا خلاص ان احنا اخدنا has بتيجي مع 3 ضمائر بس اللي هما he و she و it. طب انا عندي number 3 بيقول لي he a car. ينفع اقول he have a car؟ لا يا مس، احنا خلاص اتفقنا ان have بتيجي مع ضمائر الجمع وهي بتيجي مع ضمائر المفرد. has بتيجي مع ضمائر المفرد، يبقى he has a car. we have ولا we has a boat؟ يبقى احنا عندنا هنا we من ضمائر الجمع تاخد have. برافو. she have ولا has a coat؟ she has. برافو، سامعاكوا يا شطار اللي بتجاوبوا معايا. طيب it have or has a phone؟ ايوه برافو، it has، عشان انا قلت ان it و she وهي بياخدوا الضمير has، بياخدوا الفعل has. it a long tail. طيب ينفع اقول it have؟ no، it has a long tail. he have or has a glue؟ he مفرد مذكر عاقل ياخد has. she have or has a dress. طب البنوتة she مؤنث تاخد has، ما ينفعش اقول she have a dress، يبقى الإجابة الصحيحة she has a dress. طيب أنا عندي هنا I have or has a boat. أنا عندي مركب. طيب أنا ينفع أقول I has a boat ولا I have؟ right، have. they have or has new bikes. yes they have، عشان عندي هنا they من ضمائر الجمع. you have or has a red pen. you من ضمائر الجمع تاخد have. شفتوا ان عندنا الاكسرسايز سهله خالص ازاي، مبسطه. طيب اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا حتى لو معلومه بسيطه. طب نحب نراجع على الفيرب have و has دلوقتي ونشوف مين كان بياخد have ومين بياخد has. يلا يا شطار، مين الشاطر اللي فاكر معايا ان انا قلت له ان have بتاخد ضمائر الجمع اللي هي I we you و they؟ يبقى انا عندي have بتاخد I we you و they. اتفقنا ان we بتيجي مع ضمائر الجمع. طب وخلاص has بتيجي مع ضمائر المفرد، ضمائر الفاعل اللي هي المفرد he و she و it. has بتيجي مع he و she و it. اخدنا اكسرسايز كانت سهله وبسيطه عليهم جدا. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا حتى لو معلومه بسيطه. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه لو انتوا لاول مره بتشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو، وكمان تكتبوا كومنت جميل كده. ولو انتوا حابين ان انا اشرح لكم اي دروس اتمنى ان انتوا تكتبوا لي كومنت جميل وطلبكم في الكومنت. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.